السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في كويزين كيكا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. توحشتكم بزاف، عندي مدة وأنا غايبة. اليوم أنا رجعت لكم إن شاء الله بوصفات جديدة ومميزة، أتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. وصفتنا لليوم إذن أحبائي هي مملحات محشية خفيفة وبنينة بزاف. حضرتها لكم بعجينة صحية بالفرينة الكاملة وشوية تاع السميد. تابعوا معايا كل الخطوات في هذا الفيديو، إن شاء الله تعجبكم كالعادة ومشاهدة طيبة. نبدأ إذن على بركة الله بالمقادير. عندي 3 كؤوس تاع فرينة. استعملت هنا الفرينة الكاملة، يعني فرينة القمح الكامل، لا فارين كومبليت، هي طبعا أكثر صحية وفائدة. تحبوا تستعملوا الفرينة العادية ممكن كذلك تستعملوا نفس الكمية اللي هي 3 كؤوس. الكاس طبعا تاع القياس هو تاع 250 مليلتر. بالميزان راح تجيكم حوالي 450 غرام فرينة. عندي كذلك 3 ملاعق كبيرة مملوءة تاع سميد ناعم رطب سمولفين. عندي كاس تاع ماء دافي، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة تاع السكر، ملعقة صغيرة ملح، عندي ملعقة كبيرة خل، وملعقة كبيرة تاع زبدة طرية كنت ذوبتها وحطيت لها 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون. بسم الله نخلط السميد مع الفرينة. نحط عليها الخميرة بسم الله عفوا مع السكر، نحرك. هلا نضيف الخل والملح بسم الله. اذا نبدا نضيف الماء الدافي بالتدريج حتى تتلم معايا العجينه. راح تدي لكم حوالي كاس وربع تاع الماء، طبعا على حسب نوعيه تاع الفرينه والسميد اللي استعملتوه. حنحصل على عجينه كما راكم تشوفوا طريه. نعجنها اولا حوالي دقيقتين بهذه الطريقه باش نضيف في الاخير الزبده والزيت. اذا في المرحله الاخيره راح نحط الكميه تاع الزبده وزيت الزيتون بسم الله. راح ندخلهم العجينه ونعجن في نفس الوقت كما راكم تشوفوا. حين تحصلوا على عجينه طريه وملساء كما راكم تشوفوا. لاحظوا معايا القوام تاعها. هنا نغطيها نخليها تخمر في مكان دافي وتضاعف الحجم تاعها ونحضروا مباشره الحشو. عندنا اذا في الحشو 200 غرام تاع اللحم مرحي، تقدروا تعوضوه بلحم دجاج ولا دانت كما حبيتوا. بصله متوسطه مقطع رقيق مع 2 فصوص ثوم مرحيه، وحبه تاع طماطم كبيره مرحيه كذلك. وهنا عندي ملعقه كبيره تاع زبده مع 2 ملاعق كبيره زيت زيتون وشويه تاع زعتره. حنسخن اولا الزيت مع الزبده على نار هادئه بسم الله. نحط البصل والثوم وندبلهم مع بعض، دائما النار تكون خفيفه. بعد هذه المرحله نحط الطماطيش بسم الله. نزيد نقليها حوالي 5 دقائق. وهنا نضيف اللحم المرحي ونخليه يطيب ويتقلى جيدا باش نتبلو في الاخير. بعد ما طابت الحشوه تاعنا كما راكم تشوفوا نتبل بشويه تاع بصل بودره، حوالي ربع ملعقه صغيره، رشه تاع زنجبيل. وهنا عندي توابل تاع الشاورما. نحط فلفل اسود
نحطوا الملح، وهنا عندي شويه تاع هريسه اختياريه. نحرك كل شيء ونطفي عليها، نخليها تبرد تماما. نرجعوا حبيباتي العجينه تاعنا، راح تكون طبعا خمرت وتضاعف الحجم تاعها. بسم الله، ننزلها راح نقسمها الى 8 كريات متساويه. كورها ونحطها في بلاطو اللي كنت دهنته بشويه تاع الزيت. نرجع نغطيها ونخليها ترتاح 10 دقائق ونجو نحشوها فيما بعد. بسم الله، نجيبوا الكريه الاولى، نحلها هكذا بسمك حوالي 5 ملم. نوزع ملعقه كبيره تاع الحشو بهذا الشكل، ونحط فوقها كميه من الجبن المبشور. انا هنا استعملت موتزاريلا وشيدار، نحطو كميه مليحه ونجمع هكذا الاطراف. نغلق جيدا الكريه تاعي كما راكم تشوفوا بطريقه ولا اسهل هكذاك. تحصل على هذا الشكل، نحطها في بلاطو، نزيدو وحده اخرى. دائما نحلو الكريه تاعنا بسمك 5 ملم تقريبا. نوزع كميه من الحشو، ملعقه كبيره. نزيد نحط كميه من الجبن المبشور، فوالا، ونغلق الاطراف جيدا. نغلق مليح هذه الفتحه كما راكم تشوفوا، ونشكل كريه هيك ونحطها في بلاطو. وبنفس الطريقه نكمل نحشي كل هذه الكريات ونرجع لكم بعد ما كملنا تشكيل الفطائر تاعنا. بسم الله، راح نرجع نضغط عليها هكذا، نخليها بسمك 1 سنتيمتر تقريبا كما راكم تشوفوا. نحاول نعطيها الشكل دائري. كما راكم تشوفوا اذا حبيباتي تحصلوا على هذا الشكل. بالنسبه للتزيين، نجيب صفر بيضه، نحط عليها حوالي 2 ملاعق كبيره تاع حليب. بسم الله، ونطلي كامل سطح الفطائر بهذه الطريقه. في الاخير عندي هنا حلقات تاع زيتون اخضر مع قطع صغيره تاع طماطيش. طبعا التزيين اختياري، تقدروا تحطوا فقط جلجلان ولا سانوج. انا حبيت نزينها بهذا الشكل. تحصل حبيباتي على هذه الفطائر. هنا راح نخليها تخمر 10 حتى ل 15 دقيقه. قسما نسخن الفرن تاعي على 180 درجه ونحطها تطيب وتتحمر من فوق ومن تحت، ونشوفوها طبعا جاهزه في اخر الفيديو. ها هو حبيباتي شكل الفطائر تاعنا بعد ما طابوا. شوفوا ما شاء الله كيفاش جاو محمرين وخفاف من اروع ما يكون. بسم الله، شوفوا معايا حصلنا على هذه الفطائر الشهيه. شوفوا الخفه تاعها
عجينة صحية بالفرينة الكاملة وشوية تاع السميد. كما راكم تشوفوا جات خفيفة بزاف، لاحظوا معايا. بسم الله، شوفوا لي الطراوة والخفة، من اروع واشهى ما يكون. لاحظوا الشكل تاعها من الداخل، خفيفه وطريه وطعمها رائع. جربوها ان شاء الله تعجبكم وتفرحوا بها العائله تاعكم، خاصه الاولاد اللي راهم في فتره الامتحانات. نتمنى ربي ينجحهم كامل ويوفقهم ويفرحهم ويفرحنا معاهم. نلتقي ان شاء الله في وصفه جديده عن قريب. ابقوا اوفياء لقناتكم. تحياتي.